وانت بتتعلم اي حاجة في حياتك، آه، في الشغل الايام دي، سواء بقى كان فريلانسنج، سواء كان برمجة، سواء كان لغة، سواء كان اي حاجة انت بتتعلمها وعايز تجيب منها فلوس، او بره بقى المجال بتاعك اللي انت بتتعلمه، حاول يكون عندك شوية صبر شوية، معلش يعني. يعني حاول يبقى تعصر على نفسك ليمونة وانت بتتعلم اي حاجة. مفيش حد بينجح، سواء ايا كان الحاجة اللي انت بتعملها في حياتك، ايا كان الحاجة اللي انت عايز تنجح فيها، هو من يوم وليلة تدعك الفانوس هيطلع لك الحاجة اللي انت عايزها. انا عشان اتعلم انجليزي قعدت فوق السنتين ونص عشان ابقى يعني شوية كويس. علشان اتعلم برمجة في لغة بايثون قعدت حوالي سنة ونص. عشان اتعلم مثلا جرافيك ديزاين قعدت شوية حلوين. علشان اتعلم ماركتينج قعدت شوية حلوين حلوين يعني. فهو اساس النجاح في اي حاجه او ايا كان إيه. بص انا مش جاي اديك شويه موديفيشن او جاي اديك شويه تحفيز كده، لا انا جاي اقول لك من الاخر ان النجاح في اي حاجه في الدنيا ده هو محتاج شويه صبر. يعني حاول ان انت يكون عندك شويه صبر، معلش يعني. مش مفيش من يوم وليله كده هتيجي تقول انا عايز اتعلم حاجه فيلا هننجح، لا مفيش الكلام ده، مفيش. ما تجيش تقول لي اصلا انا عايز انجح. حلو، طب انت عملت؟ لا ما عملتش. طب انت صبرت؟ لا ما صبرتش. طب انت اصلا توكلت على الله وانت ما بتعمل الحاجه دي؟ لا ما توكلتش، انا كده اخدتها حلواني ومشيت. فهي بص، فكره انك ما تحاولش، فهي دي في حد ذاتها كارثه. وانك ما تحاولش مع عدم صبر، ما دي كارثتين. فحاول انك تهدى. اهدى وانت ماشي في طريقك، يعني حاول انك تهدى كده وما تستعجلش. اصلا ما فيش حاجه يعني مستاهله انك تقعد تجري عليها يعني. اهدى، اهدى يا سيدي، اهدى كده واستعين بالله.